السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشرح مجموعة من الأمور المتعلقة بالمرحلة التطبيقية لفائدة الطلبة المقبلين على اجتياز امتحان تطبيقي لمباراة تعليم التربية البدنية والرياضية. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على مجموعة من الأمور اللي خصك ترد ليها البال أثناء الاجتياز ديال هذه المباراة أو المرحلة ديال التطبيقي. إذا في هذه المرحلة كتمر من عدة رياضات أو غادي دوزو الكونكور في مجموعة من الرياضات. هذه الرياضات كاين فيها اللي كتنتمي لألعاب القوى، كاين رياضات جماعية وكذلك الجمباز. بالنسبة للرياضات التي تنتمي إلى رياضة ألعاب القوى كاين عندنا لي كورس وكاين لي لونسي وكاين لي سو. بالنسبة لي كورس غادي دوزو في 80 متر بالنسبة للبنات، 100 متر جري سريع بالنسبة للدراري، وبالنسبة للجري الجلد أو الجري المسافة المتوسطة فكاين 600 متر بالنسبة للبنات و1000 متر بالنسبة للدراري. بالنسبة للمرحلة ديال الجري فالجري السريع فخصكم تردوا لواحد الحاجة البال بزاف، واللي هي أنكم لو ديبار ديروه مزيان يكون مقاد وتحترموا لي كونسين ديال الساده الاساتذه اللي غادي يكونوا اثناء الامتحان. كذلك ملي كنجريو في الجري السريع فممنوع عليا بتاتا انني نخرج من الكولوار ديالي اولا نتجاوز الخط ديالي اللي انا كنجري فيه. يعني حاول تحترم الممر اللي كتجري فيه، حاول تحترم كذلك الاخطاء اللي ممكن ديرهم في مرحله ديال الانطلاقه حاول ما ديرهمش، وحاول انك تجري باقصى سرعه ديالك حتى لخط الوصول. يعني ماشي فقط انك تشوف راسك انت الاول او انت اللي سابق في السباق وترخف السرعه او تنزل من السرعه. الهدف من الجري السريع هو انك توصل باقصى سرعه ممكنه لخط الوصول. بالنسبه للجري المسافه 600 متر بالنسبه للاناث او 1000 متر بالنسبه للشباب للدراري، فمن الافضل ان الا ما كنتيش ديجا كتريني على هاد المسافات هادو او كنتي كتوجد من قبل، فمن الافضل انك ما تاكسيليريش من الاول، ومن الافضل انك تمشي بواحد الريتم اللي ممكن انك تكمل به هاد المسافه، حيت الاهم هو انك تكمل داك السباق ودير واحد التوقيت اللي يكون محترم ويكون معقول. يعني الا مشيت اكسيليريت من الاول او افونسيت او تبعتي مثلا واحد الكوكبه اللي الريتم كان طالع فيها او شي واحد ديجا كيتريني وتبعتيه في واحد الريتم وانت ما عمرك ترينيتي وما معرفش لي كاباسيتي ديالك، يعني هنايا راك كتغامر وتقدر ما تكملش داك السباق وتحرم من ديك النقطه ديال هاد السباق. اذا ولا كنت عاوتاني كتريني وموجد دير واحد التدريب مسبق وكنتي موجد مزيان، فخاصك تمشي بالريتم ديالك اللي كنت انت كتريني به واللي معرف شنو هما القدرات ديالك. بالنسبه للمرحله المواليه واللي هي لونسي دو بوا او الرياضه اللي كتعتمد كذلك على واحد لا تكنيك عاليه، كتكون في واحد السيركل. اللي كنصح به الطلبه هو انكم غادي نحط لكم واحد الفيديو في صندوق الوصف، شوفوه وحاولوا تتبعوا الطريقه كيفاش كنلونسيو. حاول انك دير طريقه صحيحه، حيت العديد من الطلبه ما كيعرفوش كيفاش يلونسيو او كيشد ديك اللونجان ولا داك البوا بواحد الطريقه ماشي هي هذيك. دونك حتى هادشي راه كيوبسيرفيوه الساده الاساتذه المرافقين اللي كيكونوا تما ولا اللي كيحطوا واحد النقطه كيلاحظوا هاد الاشياء. وبالنسبه للقفز الطولي فالقفز الطولي كذلك كيعتمد حتى هو على السرعه في الكورس ديالو او المرحله ديال الجري. فالاهم هو انك دوك المراحل كاملين ديرهم مزيان، واللي مهمه اكثر هي المرحله ديال الكورس ديالو. هاد المرحله هي اللي غتعطيك واحد الاندفاع، تعطيك واحد ليلون، تعطيك واحد هذيك السرعه اللي كتكون واللي ماشي بواحد لا فيتاس بروغريسيفمون اكسيليري باش تحاول دير واحد لا بيرفورمانس اللي تكون مزيانه. كما قلت كاينين مؤسسات اللي قريبين ليكم، لا تمشي لعند استاذ التربيه البدنيه يعني في الحومه ديالك او في المدينه ديالك او المنطقه اللي انت ساكن فيها، ما فيها باس انك تطلب منه عافاك راني بغيت ندوز الامتحان التطبيقي، فما غاديش يقول لك لا. وحاول انك تعرف حتى القدرات ديالك وتعرف الاداء ديالك كيفاش داير وتعرف لي ريزولطا اللي ممكن انك دير، ويعطيك بعض التوجيهات كذلك وبعض النصائح اللي ممكن انها تساهم في الاجتياز ديالك بطريقه سهله ومرنه وبكل نجاح. بالنسبه لي زيبروف الاخرين اللي كاينين او لي سبور اللي مازالين، لي سبور كوليكتيف. يعني لي سبور كوليكتيف كنصح الطلبه
يعني الا ما كنتيش ديجا كتميتريزي واحد لو سبور فلا داعي انك تمشي تلعبو او لا تختارو. يعني مثلا انت ما عندكش مع الفولي او لا ما عندكش مع الباسكيت او لا ما عندكش مع الهوند، ولا عندك مثلا هي مع الباسكيت، فلا داعي مثلا تشوف واحد ليفيكتيف قليل وتمشي للفولي، ولا تشوف واحد ليفيكتيف قليل في الباسكيت وتمشي للباسكيت وانت ما عندكش الباسكيت. فهنا كيبانوا دوك النقط السلبيه ديالك. يعني باش تبان متميز وتبان كذلك مزيان لذاك الاستاذ اللي كي اوبسيرفي، فخصك تختار واحد لا بي اس او لا واحد الرياضه اللي انت كتميتريزيها واللي كتقنها، وعلى الاقل تكون كتعرف كذلك الريغلومون ديالها، باش كتبين ليه بلي راك مهتم انت بالمجال الرياضي وكتعرف مجموعه ديال الامور. لي سبور كوليكتيف الباسكيت والهوند اساسا كيعتمدوا بزاف على لا كومونيكاسيون. يعني هنايا وانت كتلعب او لا كتجوي ولا تخدم في هذا الامتحان، فخاصك ترد البال لمجموعه من الامور اللي هي لا كومونيكاسيون، كيفاش تونجاجا اكتيفو مع دوك الطلبه الاخرين، كيفاش تبين راسك، كيفاش انك تلونسي، كيفاش انك تماركي، كيفاش تيري. يعني دوك التحركات ديالك داخل الملعب هما اللي كيوبسيرفيو الساده الاساتذه. يعني باش تجيب واحد النقطه مزيانه وباش دير واحد الاداء مزيان فخصك تميتريزي هاد لي شوز. وكذلك اللي كان انسيستي عليها هو الريغلومون واحد شي حاجه اللي اساسيه في المباراه، وكيلاحظوها الاساتذه اللي كيكونوا في لجان التحكيم. بالنسبه لا جيمناستيك، لا جيمناستيك كيدوز في مرحله بوحدو، يعني كتكون واحد الفضاء مخصص لا جيمناستيك، كدوز واحد لونشينمون اللي كيعطيوك تقريبا دقيقه ونص او حتى لجوج دقائق. يعني هنايا ماشي اشكال ديال الوقت، ولكن الاشكال هو كيفاش ننسق هاد الحركات ديالي، كيفاش نوجد هاد لونشينمون ديالي. نورمالمون كتكون مختار دوك الحركات اللي كيكونوا في لي ديفيكولتي اللي عطاو حسب التوصيفات، في لي ديفيكولتي ا بي سي. هنايا حسب التوصيفات اللي عطاو ديال لا جيمناستيك فخاص تحترم ديك لي ديفيكولتي. وملي كنقول ا بي سي فهذا هو لو مينيموم اللي ممكن دير. يعني مثلا دو ا 3 بي دو سي دو لو مينيموم ديال لي زيليمون جيمنيك اللي غتختار في لي ديفيكولتي. ولكن مثلا انت كتعرف دي زيليمون كاينين في سي او لا مثلا في دي او لا في او، فلا باس انك تزيدهم مع احترام لا كومبوزيسيون كذلك. يعني مثلا الا درت واحد ليليمون اللي ممكن يميزك فخاصك ديرو باتقان، وخاصك انك ديرو بطريقه اللي تكون مزيانه باش يبان واحد الجماليه، ويبان كذلك واحد الاكزيكيوشن يكون صحيح وما تكثرش في الاخطاء. داكو. دونك هنايا بالنسبه لا جيمناستيك كذلك نحاول انني ندير دي زيليمون. يقدر الاليمون يكون بسيط، يكون مثلا كينتمي للديفيكولتي بي او لا سي، ويكون بسيط ويكون مزيان ومتقون، افضل ما ندير واحد ليليمون اللي يكون الديفيكولتي ديالو طالعه ونصدق ديزيكيليبرا ولا يوقع لي واحد الخلل في لونشينمون تلاف وتوقع لي بزاف ديال الاشياء. اذا غادي نشوفوا حسب التوصيفات هنايا. فحسب التوصيف لا جيمناستيك دايرينو على 60، بالنسبه لي سبور كوليكتيف على 60 يعني المجموع 120، والاتليتيزم على 80 يعني على 80 لونسي دو بوا سو لونغور الكورس دو فيتاس وكذلك الكورس دوغي، وكلهم على 80. اللي بغيت نلاحظ هنايا هو انهم في هذه السنه هذه او في هذه المباراه داروا الامتحان التطبيقي قبل لافيشاج ديال ريزولطا دليكري. يعني بالاساس بغاو يهزوا الطلبه اللي عندهم واحد الكارير سبورتيف او لا عندهم واحد الباركور سبورتيف. دونك هنايا المشكل هو ان الطلبه كيجيو في بعض الاحيان ما موجدينش او لا مثلا ما عندهمش واحد لي زانفورماسيون ولا واحد المعرفه على بزاف ديال لي زا بي اس او لا بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي غادي يدوزو. دونك كان انسيستي على انك ديجا تكون بعدا ميتريزي هاد لي سبور هادو، ديجا تكون عندك معلومات كافيه على لي ريغلومون ديالهم باش تحاول انك تبان تما متميز وتدوز في ظروف جيده. واللي كنوصي كذلك حاجه اخرى هو انك ما تدوش مثلا كورس فيتاس مزيان وتقول هانيه ماشي مشكل لا جيمناستيك واخا ما ندوزوش مزيان، لا، باش ترفع الحظوظ ديالك وباش تكون عندك واحد الحظ كبير باش انك تسيليكسيونا ان شاء الله وتدوز في المرحله ديال التطبيقي. خاصك جميع هاد الرياضات هادو دير فيهم واحد الاداء يكون جيد. يعني ما خصكش تلاشي في واحد ولا تقول صافي هنايا ممكن انني
نستغنى على هذه غادي ندوز كم شويه ولا. دونك هنا كننصح باش انك اي APS باغي دوزها او لا اي اكتيفيتي باغي دوزها حاول تعطي له ماكسيموم ديالك. ملي كنقول له ماكسيموم حاول تجيري لي فور ديالك. عندك 8 عندك 7 او لا 6 ديال لي زاكتيفيتي، فحاول انك تجيري داكشي مزيان. راه كيكون العيا كيكون بزاف ديال الحويجات ديو معكم قريعات ديال الماء. يعني حاول انك ما توقعش في شي اخطاء اللي بانال ولا ماشي حاجه اللي باينه، يعني مثلا اخطاء ديال ريغلومون او لا شي اخطاء اللي كتكون يعني اي واحد ممكن يعرفها. فهاد الاشياء هذه كتاثر سلبا على النتائج ديالك. وبالتوفيق ان شاء الله. ودائما شعار تعليم برو، الجديه في العمل للوصول الى الهدف. والسلام عليكم ولا يوفقكم جميعا. ولا تنسوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى اللقاء.